بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جميع. النهاردة السبت، مش كده؟ النهاردة السبت صح؟ 27 يناير 2024. الفترة اللي احنا فيها دي، الفترة اللي احنا فيها بتكثر فيها نشاط الجراثيم الفطرية، ونفس الوقت تبتدي فترات التزهير، سواء التزهير الطبيعي زي في الخوخ دلوقتي اهو، ده تزهير طبيعي، او التزهير للاسف اللي بيحصل مبكر في بعض النباتات. يعني الخوخ حاليا عندنا صنف الفلوريدا ظهر، يعني طلع الزهر بتاعه. صنف الديزرت هيبتدي ينتفخ ليه البراعم الزهرية اهي، شايفها؟ كل ده هيبقى تزهير. التزهير ده بعد كده هيبقى حب، وهكذا، وهو اللي في الاخر بيبقى الثمر اللي انت بتاكله. الفترة دي نهتم برش المبيدات الفطرية، نهتم جدا بالمبيدات الفطرية يا جماعة. المبيدات الفطرية في الفترة دي أساسية جدا، أساسية جدا، عشان التزهير اللي انت شايفه ده، وده على كل النباتات، لا يصاب بالجراثيم الفطرية. هنرش ايه؟ هنرش كالآتي: منكوزيب، ميتالكسيل، ازوكسيستروبين، سلفونات مسائل. كل مرة والتانية نغير رشة. طب ليه؟ لأن الزراعة المنزلية للأسف بيبقى عندك أكتر من نبات متداخل مع بعض، وكل نبات بيبقى ليه إصابات فطرية معينة. كل نبات بيبقى ليه إصابات فطرية معينة. المضادات الفطرية اللي احنا ذكرناها دلوقتي: ميتالاكسيل، ازوكسيستروبين، سلفونات مسائل، منكوزيب، كل مركب فيهم بيأثر على طائفة فطرية معينة. يبقى لازم الفترة دي، فترة الشتاء، من أول شهر 11 لغاية شهر 3 أول 4، نركز على رش المبيدات الفطرية. فترة الشتاء خاصة مع انخفاض الحرارة بتكثر الجراثيم الفطرية، يعني فترة الشتاء بيكثر عليها الإصابات الفطرية أكتر من الإصابات الحشرية. أي نبات هيزهر هيحصل فيه تزهير، ممكن يصاب بالجراثيم الفطرية، فالتزهير يسقط، زي لفحة الأزهار، زي البياض الدقيقي مثلا. بيجي المانجا، المانجا لو اتصابت الشماريخ الزهرية، الشمراخ اللي طالع، التزهير اللي طالع، اتصاب بالبياض الدقيقي، شكرا. لو اتصاب بلفحة الأزهار برضو نفس القصة، شكرا. دي شجر التفاح. احنا بنقول الشجر متساقط، ده الوضع الطبيعي بتاعه دلوقتي. احنا 27 يناير 2024 اهي الشجرة منزلة كل الورق اللي عليها. ده الوضع الطبيعي للشجر المتساقط، نتيجة برنامج متكامل. الشجرة أصبحت بالوضع ده، يعني الشجر لازم يكون مساقط ورقه، إن هو متصوم. متصوم يعني ما بياخدش مية من أول شهر 11. من أول شهر 11 بنديله مية على فترات متباعدة جدا، كل شهر بنديله 5 ما يعادل 5 لتر مية. ودي شجرة خوخ نفس القصة، الشجرة متصومة والبراعم ابتدت تنتفخ. البراعم اللي هي هتزهر اهي ابتدت في الايه، في الانتفاخ. بس ده صنف متأخر في التزهير، في أصناف ظهرت بالفعل زي صنف الفلوريدا. الديزرت لسه ابتدى البراعم تنتفخ اهي زي ما انت شايف كده. جميل. يبقى الفترة دي نهتم بالمخلوط اللي احنا ذكرناه، المخلوط اللي احنا ذكرناه: منكوزيب، ميتالاكسيل، ازوكسيستروبين، سلفونات مسائل. عشان كل البراعم دي، شجرة تفاح اهي ابتدت برضو اهي تحضر. خلاص، كل البراعم اللي محضرة دي المنتفخة هي اللي هتشيل التزهير، ثم هتشيل الثمار بعد كده. عشان التزهير ده ما يسقطش عندك، عشان التزهير ده ما يسقطش عندك لازم ترش فطري على الأقل مرة كل 10 أيام بالمواد اللي احنا ذكرناها، خاصة في محصول زي المانجا يا جماعة، خاصة في محصول زي المانجا، عشان ما يتصابش بلفحة الأزهار وما يتصابش بمرض البياض الدقيقي. وتحياتي لكم جميعا.